أهلا بيكم في قناة سفرة سهيري. ازيكم يا أحلى وأجمل متابعين سفرة سهيري؟ هنعمل النهاردة الباتيه بتاع الأفران، هنعمله بطريقة حلوة جدا. يا ريت تكملي معايا الفيديو لغاية الآخر، هتعملي باتيه بجد تحفة جدا ومقادير كلها موجودة عندك في البيت. يا ريت تكملي معايا الفيديو لغاية الآخر. بصوا بجد يعني هتعملي كمية كده بالشوكولاتة وكمية تحطيها في الفريزر. بتطلع جميلة جدا. تعالوا بقى نكسر كده واحد ونشوف الجمال من جوه. محشي من جوه حشوة شوكولاتة بجد تحفة جدا. يا ريت بقى لو الفيديو عجبك النهارده تعملي لي لايك وهستنى منك كده كومنت حلو. يلا مع بعض نروح مع بعض على المقادير بتاعتنا. اول حاجه هجيب قطعه خميره بيره، او ممكن لو انت متوفر عندك اللي هي الخميره الفوريه تمام، لو مش متوفر في اللي هي الخميره البيره اللي بتتباع في الافران بتاعه الفينو تمام. بنجيبها وبنستعملها عادي جدا. بعد كده نزلت بربع كوبايه سكر، ولو انت حابه التحليه اكتر ضيفي نص كوبايه سكر تمام. انا ضفت ربع كوبايه سكر، حطيت كوبايه لبن. اللبن دوت كنت مسخناه بس كان يبقى يعني بيبقى دافي جدا عندي. بعد كده هغطيهم وهسيبهم كده هو لغاية ما الخميرة ما تنشف تمام. بعد كده هوت نزلت في العجان بكوباية مية كبيرة. وبعد كده جبت كيلو دقيق، لو انت حابة تقسمي المقادير يعني نصين تمام. بعد كده هوت حطيت 3 معالق لبن بودر، ونزلت بمعلقة بيكنج باودر، وحطيت ذرة من الملح تمام. دي كل المكونات الجافة بتاعتي. هركنهم بقى على جنب، وهنجيب بقى العجان. طبعا لو مش متوفر عجان هنعجن على ايدينا عادي جدا. طبعا قبل ما انا بستعمل الدقيق اهم حاجة عشان العجينة تطلع هشة معاكي وتبقى حلوة، تنخلي الدقيق. اهم حاجة نخل الدقيق بيخلي اي معجنات معاكي تحفة. دي كانت المية الدافية اللي احنا حطيناها، اللي هي كوباية مية دافية. ولو احتاج طبعا العجين هننزل تاني بمية تاني. ماشي. بعد كده نزلت ببضاية. وبعد كده بقى بعد ما احنا حطينا المية وحطينا بقى اللي هو الخميرة اللي احنا كنا مقلبينها باللبن تمام، اللي احنا عملناها في الأول خالص لغاية ما سيبناها ايه اتفعلت مع بعضيها تمام. بنبدأ بقى نعجن. زي ما انا قلت لك لو مش متوفر عندك عجان احنا بنعجن على ايدينا عادي جدا. انت ممكن تجربي في نص كيلو بس دقيق، المعجنات دي بجد معاكي بتطلع خرافة. لو انت حبيتي تحشيها جبنة هتبقى جميلة، حبيتي تحشيها شوكولاتة بتبقى تحفة. فالمعجنات دي بجد العجينة بتاعتها تحفة. بصوا انا عندي لقيت العجينة تقيلة جدا، فانا ضفت نص كوباية مية دافية تمام. لو انت حابة تستبدلي المية بدلها لبن تمام. يعني احنا بنعمل يعني بحط لبن وبحط مية. بعد بقى ما نضفت كل المكونات بتاعتي بدأت أعجن كويس جدا. العجان لو انت عندك عجان بيقعد عندك حوالي من 8 دقايق ل 10 دقايق في العجان. طبعا لو مفيش عجان هيبقى معاكي تعجني شوية، يعني هتبقى شوية كده كويسة تمام. بص ده قوام العجينة بتاعي، هو يعني قوامها ناعمة جدا وما بيتلزقش في الإيد. بعد كده جبت زبدة، قطعتها مكعبات صغيرة، حوالي مكعب زبدة كده يعني حوالي معلقتين من الزبدة تمام. طبعا الزبدة بتاعتك بتبقى بدرجة حرارة المطبخ. لاني انا كانت الزبده يعني في التلاجة ومطلعتهاش، فكانت طبعا غلبتني شويه في الضرب بتاعها. لكن انت لو بدرجه حراره المطبخ هتبقى افضل كتير تمام. بعد كده بنعجن كويس جدا لغايه ما الزبده في الاول العجين بيتقطع معاكي وهو بيتعجن بعد ما انت بتضيفي الزبده. بعد كده بتبقى عجينه يعني طريه جدا وبتبقى في منتهى الجمال. اهم حاجة عشان تطلعي باتيه ناجح ويكون كويس معاكي خطوة العجين تمام. انا ما بعجنش العجين بقى بسيبه يبقى تقيل عندي، لا العجينة دي هي طرية وفي نفس الوقت يعني بتلزق خفيف جدا في الايد. هسيبها بقى لغاية ما تخمر، واول ما تخمر هنبدأ نشتغل مع بعض فيها. بصوا ده قوامها عندي كده خمرت عندي. جبت بقى مفرش سيليكون، بدأت ايه هنزل العجين عليه. احنا بناخد بقى العجين بالشكل دوت. طبعا العجين طري جدا فانتي ما تقلقيش منه. قطعي بقى ايه حسب يعني الحجم اللي انتي هتعمليه. ممكن تعملي شكل الشكل بتاعه زي اللي هو الباتيه بتاع الافران العادي المتعارف بيه. ممكن تعمليه على شكل اللي هو الميلتو. بصوا انا ببدأ اقطع كده هوت عشان هبدأ بقى نقسمه مع بعض ونقطعه.
اول حاجه بجيب العجينه بلفها بالشكل دوت، بعملها على شكل كوره. ببقى دهنه الصينيه بتاعتي اللي بحط فيها العجين طبقه زيت. بصوا باخد الجزء التاني، طبعا العجينه ناعمه جدا في ايديا، فاحنا ناخد بالنا واحنا بنقطعها. لو القطعه معاكي صغيره ممكن تزودي عليها قطعه تاني. ناخدها على شكل دائري كده هوت، وبنقطع كل الكميه بالشكل دوت. تمام، هركنهم بقى على جنب. بدوني 6 قطع بالحجم ده. هجيب بس طبقة دقيق خفيفة جدا، مش بنكتر دقيق احنا، بس عشان ايه العجين طري معانا، فاحنا ما بنكترش ايه دقيق عشان ما يبقاش مش حلو معانا. بعد بقى ما بفردها بالشكل دوت، هنجيب مثلا قطعة بيتزا او سكينة اللي يعجبك وقطعي بيها. تمام، هنبدأ بقى نعمل المثلثات عشان نعمل المعجنات بتاعتنا على شكل ايه اللي هو الاشكال اللي هو المولتو او الباتيه. تمام. بصوا انا كانت عندي يعني اللي هي القطعه بتاعه البيتزا قطعتها كده اهوت على نصين، وبعد كده كل نص بقطعه على 2 وبعمل له فتحات في النص بالشكل دوت. تمام. اول حاجه بقى بجيبها كده اهوت، وببدا ايه اروح عامله المثلث على يعني على القلبه بتاعته. تمام. وبلف وبرله بالشكل دوت. بصوا بيبقى شكله حلو جدا معايا. لو انت حابه الحجم بتاعك اكبر من دوت تمام، بس هو لسه بيقعد فبيخمر فبيضاعف حجمه، فانت لو عملتيه اكبر من كده يبقى شكله كبير جدا. تمام. بعد كده بعمله على شكل رول بالشكل دوت. بجيب بقى صاج كده مدهون دهنة زيت، وبعد كده برص عليه الملتو بتاعي. ممكن تعمليه على شكل يعني عوجة وانتي بتعملي يعني بصوا هنشوفها كده مع بعض. بصوا بحطه على شكل عوجة بعد ما بخلصه، بعوجه فبيدي شكل حلو معايا في الاخر. لو انتي حابة بقى تعمليه اللي هو بيبقى على شكل طولي تمام. بصوا هو قد ايه سهل جدا. والعجينة دي بجد يعني انتي لو عملتيها في اي معجنات، يعني مش شرط بس ان هي بتتحشي شوكولاتة، انت ممكن تحشيها خضار، ممكن تحشيها لحمة مفرومة، ممكن تحشيها فراخ. بجد عجينة ناجحة جدا وهتعجبك قوي. جبت بقى برضو عملت بقى الفطيرة التانية بالشكل ده برضو معاكم. احنا بنخلي سمك العجين ما بيبقاش تخين، احنا عايزين السمك الرفيع دوت. بفردها كويس بالشكل ده، وبعد كده برضو بقطعة بيتزا بقسمها الأول على جزئين، وبعد كده بقسم كل جزء 2. يا ريت تكون الفكرة واضحة لكم وبسيطة جدا. بمسك كل مثلث من دوت وبعمله ايه بالشكل ده. برضو بصوا لو مثلا تخين في ايديا بسحبه بالراحة. بخلص بقى كل كمية العجين اللي معايا، وبعد كده هوريكم هي عملت قد ايه. طبعا بعد ما بنخلصها احنا بنسيبها تخمر. اهم حاجة بقى الخطوة اللي جاية ان احنا نخمرها كويس جدا علشان تديكي يعني تبقى معاكم العجينة هشة، لازم تبقى معاكم خمرانة كويس جدا. بصوا عملت معايا الكمية دي كلها من كيلو دقيق. يعني هي عملت كمية حلوة جدا. لو انت حابة بس تجربي بس في نص كيلو تمام. الخطوة اللي جاية بقى بعد ما خلصنا خالص، جبت بقى لبن، وبعد كده بدأت أدهن الوش بالشكل ده. لو انت حابة تدهني بصفار بيضة وتحطي على صفار البيض فانيليا تمام، بس أنا بفضل إن أي معجنات بحب أعملها بدهنها باللبن. تمام. شكل الوردة ده كانت حتة عجينة زادت، فأنا حبيت أعمل بيه الشكل دوت، كانت حلوة جدا. تمام. بعد بقى ما بندهن اللبن بنسيبه بقى بيخمر. بعد بقى ما حطينا كله على الوش كله لبن، سيبته بقى لغاية ما خمر وحجمه اتضاعف. بعد كده بدخله على أعلى حاجة في الفرن بتاعة البوتاجاز. بيطلع عندي بالشكل التحفة دوت. وأول ما بيطلع فيه تكة حلوة جدا. ادهني وشه دهنة سمنة خفيفة أو دهنة زبدة، بتخليه بجد ليه ريحة حلوة جدا. بص هو بجد طالع تحفة. يعني أنا حبيت أوريكم واحدة قبل ما أشتغل فيه ونحشيه، بجد كان طالع حلو جدا. تمام. دي بقى كل الكمية اللي أنا عملتها من كيلو دقيق. تعالوا بقى مع بعض نحشي الملتو بتاعنا، هيبقى حلو جدا. أنا مش بحب أحشي كتير يعني في وانا بقى يعني هو وهو عجين.
بحب احشيه بعد ما بيستوي. هو دي ممكن ودي ممكن، لو انت حابة تحشيه وهو عجين تمام، بس انا بفضل الطريقة دي اكتر. بعد ما استوى بقى وبرد بالشكل دوت، جبت القمع، بدأت ايه احط فيه إيه اي بقى شوكولاتة قابلة الدهن، بتبقى جميلة جدا معاكي. تمام. لو مش متوفر عندك شوكولاتة قابلة الدهن، إيه بنعمل جناش، وانا ده عاملاه جناش، يعني دي مش شوكولاتة دهن خالص، ده جناش. إيه بعمله على طول، اللي هو الجناش اللي بنعمله بتاع التورت او الجاتوهات. وبعد كده هو بنضربه في المضرب لمدة 10 دقايق بعد ما بنعمله، ونسيبه يبرد في التلاجة حوالي ساعة. اهم حاجة ان الجناش يبقى يعني جامد معاكي قبل ما تضربيه بالمضرب الكهربائي. تمام. وبعد ما بتضربيه بيبقى قوامه زي ما احنا شايفين كده، هو بنحشي بيه اي معجنات ممكن تحشي بيها. تمام. انا جيت بقى عملت كده هو في المولتو بتاعنا، بقيت افتح فتحات بالقمع، وبقيت ايه احشي من جوه بالقمع. تمام. بعد ما حشيت كل الكمية بتاعتي اللي انا محتاجة ان انا اعملها بالشوكولاتة، جبت بقى شوكولاتة خام، ضفت عليها معلقتين زيت وسيحتها على بخار مية. وبعد كده هو بقيت اعمل بيها اللي هو الشوكولاتة بالشكل دوت على الوش. طبعا لو انت حابة تعمليه من غير شوكولاتة خالص بيبقى جميل جدا برضو، بس انا حبيت احشي كده شوية علشان انه ياخد شكل اللي هو اللي بنعمله، يعني اللي بنشوفه في الافران. تمام. فانا بعمله بالشكل دوت، بغطس كويس الوش وبيطلع معايا بالجمال دوت. بصوا من قريب بجد بيطلع تحفة. اعملي حتى لو نص كيلو بس جربيه، بجد الأولاد هتنبسط بيه جدا وهيعجبهم، لأن فعلا من أروع الحلويات اللي ممكن تعمليها. بعد كده جبت شوكولاتة خام، سيحتها على حمام بخار، وخدت شوية في كيس كده اهوت، وحبيت أعمل شكل جمالي، اللي هي الخطوط العشوائية دي بتدي شكل بجد حلو جدا. ببدأ بقى أعمل الشكل اللي هو العشوائي دوت، يعني على يعني شكل طولي كده، بيدي شكل حلو جدا للمولتو بتاعي. بعد بقى ما انت تخلصي كل الكمية، طبعا من غير شوكولاتة خالص، اعمليه وحطيه في الفريزر. وفي الوقت اللي انت حابة تحشيه شوكولاتة او تديه للأولاد كده هم رايحين المدرسة، طلعيه قبلها بساعة، حطيه في الفرن، بيطلع في منتهى الجمال. يا ريت بقى فيديو النهاردة يكون عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشجعيني بلايك واشتراك وتفعلي الجرس. باي باي.